اجمل رحله ممكن تروحها. اول حاجه يوسف راح ياكل الجواميس، وبعد كده قال ياكل معاهم. انا بقى كلت فول رومي، بس انا اللي اطفه بايدي من الارض. ده بقى التوم وهو لسه طالع من ارضه، ودي ارض برسيم بيطلع منها اكل البهايم. تعالى بقى خد لك كوبايه شاي مظبوطه واقعد في الغيط وروق دماغك. ودي بقى جاموسه مروقه دماغها برضه. هنا بقى يوسف حب يلعب جيم ويجرب الترومبا، وحب كمان يدوق الميه، والظاهر ان طعمها عجبه. قلت والله لا مجرب انا كمان، رحت لافح الجلابيه ومديله يا باشا لحد ما شربت الميه وطعمها برضه عجبني. اخدت شويه برسيم ورحت اكل الجاموسه، بس كان الجاموسه ليها رياكشن غريب والبقره دي رياكشنها اغرب. تعالوا بقى موريكم بتصحى من النوم على فيو عامل ازاي، روعه اقسم بالله. وهنا يوسف كان بيحاول يبيض الفطير بعين، وهنا سايبين العجينه تخمر، وهنا سايبينه مفرود وحط عليه لبن وسمنه بلدي عشان يطلع طعمه جميل. ووصلنا يا باشا للحظه الحاسمه. انا مش هتكلم عن طعمه عامل ازاي لانه تحفه. ودي بقى ما شاء الله جاموسه لسه صغننه. وهنا يوسف كان بيحاول يحلو وبيلعب بالعجله، راح لابس في الحيطه. قلت انا اما اجرب حظي برضه، رحت لابس في الحيطه ورجلي كانت هتتكسر. هنا بقى نيجي للمتعه الحقيقيه، بتشد الحاجه بايدك وفي بقك على طول. ويوسف راح راشق وواكل معايا لان فعلا كان طعمه مسكر جدا، وزي ما انتم شايفين خير ربنا كتير. وهنا رياكشن الجاموسه ضحكني جدا وهي بتبص لي، اتاريها معذوره، ما يوسف اللي كان بيشربها. نيجي بقى الخبيز العيش الجميل اللي طعمه بيدوب في البق حرفيا، احسن من العيش بتاعنا بكتير. وهنا كنز كانت بتحاول تستضبط ازاي بتسقي الارض. بتكون زي ما انتم شايفين كده، الارض متقسمه ولازم يوصل لكل حته ميه. وبكده يكون الفيديو بتاعنا خلص. لو حابين اجزاء تانية من الفيديو اكتبوا في الكومنتات تاني.